السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامجنا من هنا نبدأ. اليوم إن شاء الله نتحدث في موضوع يعني يعتبر واحدة من أهم الركائز والقواعد التربوية واللي نحتاج لها يعني نحن كأولياء الأمور وكمربيين. وموضوعنا اليوم إن شاء الله يعني في موضوع السعي، نعرف ما هو السعي، ما هي وسائل السعي، ثم بعد ذلك إن شاء الله نكمل باقي الحديث في الحلقات كذلك فيما نلخص في ثمار السعي. طيب ما هو السعي؟ يمكن الكل يسعى وهنالك الكثير من الآيات، يمكن قرابة كذا يعني كم 30 آية وردت في القرآن تتحدث عن السعي ومفهوم السعي. طيب السعي هو القوة الدافعة يعني تجعل الإنسان دائما نحو يسعى لتحقيق أحلامه وأهدافه، والسعي بمعنى أنه الجهد مستمر لتحقيق هدف ما. ممكن أكون أنا أسعى عشان أخلص دراستي وأنا عندي طموح وعندي أحلام وعندي هدف إنه أنا أتحصل على درجة علمية معينة. هذا الهدف وهذا الطموح وهذه الأحلام والآمال كلها لابد أن يكون هنالك سعي يحقق هذه الأحلام، فبالتالي يكون هذا الجهد المستمر اللي هو السعي بمعنى إنه المشي أو دون يعني اللي هو دون الهرولة، يعني بمعنى إنه المشي السريع لإنجاز عمل ما أو أمر ما. طيب ما هي أنواع السعي؟ عندنا السعي في نوعين، في السعي للخير والسعي للشر، سعي داخلي وسعي خارجي. طيب ناخذ جزئية السعي الداخلي. ما هو السعي الداخلي؟ السعي الداخلي اللي هو إنه أنا دائما أسعى إنه يكون عندي أفكار، تكون عندي معتقدات، هذه الأفكار الداخلية إنه يعني أنا أريد أن أحقق هذا الشيء، أريد أن أتحصل هذا الأمر. نأخذ مثال، مثلا إذا كنت أنا موظفة في شركة ما أو في مؤسسة ما، السعي الداخلي بالنسبة لي أنا إنه كيف أحقق نجاح في هذه المؤسسة، كيف أجعل هذه المؤسسة من أفضل المؤسسات، كيف أن أنا أطور ذاتي، أن تكون عندي هذه الأفكار الإيجابية، هذه يعني يكون عندي هذا الطموح الكبير لتحقيق أشياء كثيرة جدا. السعي الخارجي هو بذل الجهد والجانب العضلي، يعني يمكن ناخذ مقارنة بين السعي الداخلي والسعي الخارجي وأيهما أفضل. طبعا هو السعي الداخلي هو الوقود، هو المحرك، هو الآلة اللي تدفعنا نحن ننجز هذه الأعمال. فهذا المثال مثلا موظف، هذا الموظف السعي الداخلي عنده ضعيف جدا، عنده أفكار سلبية أنه هو الأمور كلها يعني الحياة أصبحت صعبة، وأنه ما في يعني التجارة ما حتمشي بطريقة صحيحة. بيكون عنده هذا السعي الداخلي كل نظرة سلبية، نظرة متشائم، يعني بيكون ينظر الأمور من منظر سلبي. فبالتالي ينعكس على السعي الخارجي، ما حيكون يطور العمل، ما حتكون عنده الفكرة إنه كيف يجعل هذا المتجر بشكل أفضل. ونقيس على ذلك مثال آخر، إذا كنت أنا طالبة والسعي الداخلي السعي ضعيف جدا، إنه دايما عندي أفكار إنه المواد صعبة، وإنه إدارة المدرسة إدارة غير منصفة، وإنه اللي درسوا عملوا إيه واللي يعني يكون هذه جملة الأفكار المحبطة داخليا. ينعكس هذا في الجهد الخارجي اللي هو لأنه الإنسان يتحرك بناء على هذه المعتقدات، على هذه الأفكار، وهي تكون تنعكس في سلوكنا العام. فيبدأ الطالب بما أنه يحمل هذه الأفكار والسعي الداخلي السعي ضعيف جدا وسعي سلبي، فبالتالي ما حيكون عنده مجهود أنه يذاكر، ما حيكون عنده همة حتى يطور نفسه، يعني يعمل واجباته، يحاول يستعين بالزملاء في المدرسة أو من خلال المعلمين. فبالتالي إلى أي مدى السعي الداخلي مؤثر في السعي الخارجي. نأتي للنوع الآخر اللي هو السعي للشر والسعي للخير. يعني السعي للخير إنه نحن دائما
نسعى للأعمال الخيرية، نسعى أنه يكون عندنا منتج، نسعى أنه يكون عندنا يعني أثر طيب في هذه الحياة. والسعي الشر اللي هو الإنسان اللي يسعى اللي هو يصنع أو يخترع علينا قنابل، يخترع يعني أسلحة مدمرة للمجتمع. يكون هذا السعي لأنه يمتلك أشياء، تكون مثلا سعي أنه إنتاج بعض المواد مثلا السامة، المخدرات وغيرها. ويكون هذا النوع من السعي الآن تلاحظون يعني حتى على يعني واحدة من أشكاله وسائل التواصل، يعني تجد أنه كثير من الشباب الآن أصبحت هنالك جرائم، يعني يمكن يعني في كثير من الدول يكون هذا السعي بالنسبة لهؤلاء الشباب أو هؤلاء المجموعة أنه يجندوا بعض الطلاب، أنه يحاولوا أنه يستقطبوا الشباب، فبالتالي سعيهم كله سعي للشر يدمر المجتمع. وهكذا يعني إذا كان سعي الأسرة، بما أنه برنامجنا برنامج أسري تربوي نركز على هذه الجزئية. أنا كوالية أمر، أنا كأم وكزوجة، إذا كان سعي للخير يعني سبحان الله يعني، ونجد يمكن الله سبحانه وتعالى يعني يوضح في كثير من الآيات، وواحدة من هذه الآيات والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله سبحانه وتعالى وضح في هذه الآية الإنسان اللي يسعى للخير، الإنسان اللي يسعى الله سبحانه وتعالى يرشد لهذه السبل، يعني وليس فقط سبيل واحد بل لنهدينهم سبلنا. فبالتالي إنه نحن كمربين يكون سعينا كيف نجعل أبنائنا يكون هم يعني يسعون لهذا السعي الإيجابي، السعي الداخلي للسعي إلى الخير، وبيكون نحن كذلك ساهمنا في هذا السعي. لماذا؟ لأن السعي هو طريق النجاح، السعي هو من أفضل الوسائل اللي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، ولأنه ديننا كله دين سعي ويأمرنا الله سبحانه وتعالى، فإنه نتحرك ونبذل هذه الطاقة ونبذل هذه النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى إنه نوظفها للخير. والسعي يعني هو باعتباره سنة كونية، لأنه سبحانه يعني نجد أنه حتى الله سبحانه وتعالى يعني أورد الأرزاق لمن سعى، يعني وأن الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. يعني سبحان الله، يعني هذه الآيات توضح لنا أن نحن يجب علينا أن نسعى وأن نجتهد من أجل، لأنه السعي يعتبر قضية عظيمة جدا، وهي قضية يعني من خلالها يتم تطوير المجتمعات. إذا كنا نحن كأولياء أمور نسعى أن أبنائنا يتحلوا بهذه الأخلاق، نسعى أن أبنائنا نعلمهم أفضل العلوم، وبالتالي نكون نحن ساهمنا في هذه الدنيا، وبالتالي كذلك يعني الله يكافئنا بالأجر والثواب في الآخر إن شاء الله. السعي كذلك من أهميته ومن يعتبر يعني زي ما تقولي يعني عبادة عظيمة جدا. نجد أنه واحدة من أهم أركان الحج يعتبر السعي بين الصفا والمروة، باعتباره هذا السعي لعظمته ولمكانته أصبح ركن من أركان من أفضل الشعائر اللي هو الحج. طيب ماذا يعطينا السعي؟ السعي يعطينا منزلة رفيعة واحترام يعني وتقدير لذاتنا، يعني من خلال هذا السعي العمل الدؤوب نجد أن احنا نتطور وننجح في هذه الحياة ويكون لنا مكانة اجتماعية، وهذا في حد ذاته عبادة، يعني أن الإنسان العمل عبادة. وسبحان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني وضح لنا هذا الأمر، وكثير من الآيات إنه نحن نعمل يعني أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل الاستخلاف في هذه الأرض، ومن أجل أن نعمر هذه الأرض، وهذه عبادة. يعني الله سبحانه وتعالى يعني فرض علينا هذا، يعني وكل لنا هذه الأمانة، أمانة الاستخلاف في الأرض، وبالتالي يكون نحن دورنا من خلال هذا السعي، ونركز خاصة في السعي الداخلي، السعي الإيجابي. ونحن أبنائنا يعني نلاحظ يعني في كثير من الأشياء الآن، واحدة من المعضلات، واحدة من المشاكل والاستشارات اللي يمكن أنا تصلني بشكل مستمر، اللي هي تتعلق بموضوع السعي في عدم الدافعية،
إنه أبنائنا ما حابين يدرسوا. بنتي يعني وقفت الدراسة من المرحلة الثانوية، بالتالي توقف عند السعي في هذه المرحلة، رغم إنه السعي ما له سقف محدد، وإن الإنسان يسعى في هذه الحياة الدنيا إلى أن يلقى ربه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل سعينا سعيا مشكورا، وأن يجعل يعني سعينا من أجل إعمار الأرض، ومن أجل يعني الاستخلاف في هذه الأرض. ووصلنا لختام حلقتنا في هذه الجزئية، إن شاء الله نكمل حديثنا فيما يتعلق بوسائل السعي في الحلقة القادمة بإذن تعالى. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.